قدمت وزارة السكن والعمران وأيضا المدنية مقترحا برفع قيمة الإعانة المالية الموجهة لبناء السكن الريفي حسب ما أكدها الوزير طارق بالعريبي. وقال بالعريبي في جلسة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني إن المقترح في طور الدراسة حاليا من طرف الحكومة. وأوضح أيضا في معرض إجابته: نحن واعون بأن قيمة الإعانة يجب أن تدرس، وقد قدمنا اقتراحات بهذا الشأن والحكومة بصدد دراستها. وأضاف الوزير أيضا يقول: ستؤخذ بعين الاعتبار جميع الإشكاليات التي عشناها في السنوات الماضية من أجل أن تصل هذه الإعانة إلى السكان، متابعا سيتخذ القرار في أقرب وقت إن شاء الله. ويحدد القانون مستويات المساعدات المالية المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي ب70 مليون سنتيم لولايات الشمال والهضاب العليا و100 مليون سنتيم لولايات الجنوب وفقا لما تم الاتفاق عليه.